نقط مهمة جدا. أنا كقارئ يعني أرى أنه لا سرد بلا حدوتة، بل أحيانا أظن أنه لا فن بلا حدوتة، بدليل إن إحنا يعني حتى الواحد لما يتفرج على لوحة تشكيلية أو يسمع موسيقى وتعجبه، علشان يوصل إحساسه بيها لازم بيحكي حكاية، فالحدوتة أساس. لكن اللي بيقرأ كتير بتكون الحدوتة هي المية اللي بتمشي الحكي، لكن هي ما بتكونش غرض الحكي، بيكون ايه اللعب اللي بيلعبه الكاتب، اللي بيلفت حتى نظر الكاتب الى الكتاب الاخرين، ايه اللعب اللي بيلعبه. في هذه المجموعة العاب كتيرة جدا. هشير بسرعة لحاجتين في القصص حتى اللي قراها دكتور مدحت، زي قصة موجات صامتة. لا، المداخلات بتبقى بعد المنصة، يعني بنعمل المنصة وبعدين مداخلات وبعدين نرجع. أنا ما سألتش هبة إذا كانت قرت الرواية المهمة جدا لإيتالو كالفينو لو كان مسافرا في ليلة شتاء، لكنها لعبت نفس اللعبة في موجات صامتة. موجات صامتة ما أعرفش حضرتكم اللي قراها، هي متتالية داخل المتتالية. يعني أولا دي ما نقدرش مجموعة فينوس ومين المذكر هي مجموعة قصصية، لكن تقسيم هبة لها تحت عناوين جعلنا نستطيع أن نتعامل مع كل قصص عنوان كأنها متتالية، لابد أن يربط بينها رابط. داخل هذه المتتالية عملت متتالية من 6 قصص تحت مسمى موجات صامتة، اللي هي موجات قديمة مسروقة رتيبة إلى آخره. اللعبة اللي عملها إيتالو كالفينو في عناوين الست، وكانت 6 روايات جوه رواية لو كان مسافرا في ليلة شتاء، هي نفس اللعبة اللي موجودة هنا. اقروا الموجات: قديمة، مسروقة، رتيبة، محبطة، حالمة، حديثة. أولا هي 6، وكأن الكاتبة تحكي موجة لكل يوم وتركت اليوم السابع للراحة، يمكن نعرف نرتاح فيه من هذه الموجات. ثانيا هي موجة قديمة بنحاول نسرق منها بعض الفرح، فنفشل بسبب الرتابة فنحبط، فنحاول أن نصل للحظة حلم، لكن اللحظة الآنية الحديثة بما فيها من إحباط تضيع كل ذلك. كل ده من العناوين اللي بتعبر عن المجموعة اللي جواها. اللعب ده هو اللي بيوصل متعة أعلى من متعة مجرد الحدوتة. لعبة مهمة جدا لعبتها هبة في بعض القصص، وأذكر منها قصة جنات الصغيرة وقصة حفار القبور. تبدو زي ما أشار بذكاء شديد دكتور مدحت وكأنها قصة ما انتش عارف هي بتحكى للكبار أم للصغار، لكن هي على مستوى تاني هي قصة تحكى لكي تضع القارئ في منطقة البين بين، هل ما يحكى لي وقائع أم ما وراء؟ هل أنا حفار القبور هل يحدث إنه فعلا الموتى يقومون ويتحركون وينبشون، أم هذه هلاوس بصرية؟ الجميل إنها تحكيها على إنها حدثت. في جنات الصغيرة اللي هي طفولية للغاية، طفولية مش بمعنى إنها قصة للطفل، لكن الأحاسيس اللي فيها براءة، الرغبة في دخول الكنيسة وبعدين تذكر الجامع وحفظ القرآن، فيها براءة أو بكارة المشاعر. لكن المهم إن هي لما بتحلم إنها في الجنة وبتحلم إن أنا هطلب في الجنة اللي أنا عايزه، وتتخيل إن جيبها مليان بالملبس، تجد الملبس في جيبها، فبقى هي بتقولها بجملة تقريرية، فأنا ما بقاش عارف بقى هل هي تخيلت ده أو ده حصل. ده اللبس ده بيدي نوع آخر من المتعة للقارئ، وبيعرف قد إيه إن الكاتب عارف إنه بيلعب أكتر منه بيحكي حدوتة متداولة. أنا بشكر جدا أحمد التجاني لأنه رتب أمور حياته كلها في الفترة الأخيرة من السعودية للسودان لمصر كلها على ميعاد الندوة دي، لأنه وعد هبة إنه يحضر الندوة، وأنا بحب أسمعه، وأعتقد اللي ما سمعوش منكم هيكونوا برضو بعد كده بيحبوا يسمعوا.